السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم متخصص في علم الآثار المصرية أحمد عبد الحميد. أهلا وسهلا بكم في رحلتنا ضد الماسونية. يا ريت يا جماعة اللي أقل من 18 سنة ما يسمعش الفيديو، لأن الفيديو هيتقال فيه بعض الكلام الخارج اللي مش هيفهمه إلا فيما فوق ال 18 سنة، لأن السن الصغير هيبدأ يسأل ومش هتلاقي إجابات على الأسئلة اللي هيسألها. الماسونية بدأت الحرب من بدري جدا واحنا مش واخدين بالنا من الموضوع ده. بدأت تستهدف أطفالنا الصغيرين من سن السنة ونص لسن السنتين لحد سن 18 سنة وال15 سنة، بل وإن في عدد كبير جدا مننا احنا الشباب بيتابع بعض أنواع الأفلام أو البرامج اللي هما بيقدموها بطريقة غير مباشرة، وبناخد تعليمهم بطريقة غير مباشرة. احذر، لأن ممكن يكون ابنك عنده ميول 100% حاليا لعالم الألوان، وعالم الألوان هو عالم الشذوذ الجنسي. الحرب الأولى والحرب الأبدية اللي حصلت واللي بيننا وبين الماسون بدأت من فترة كبيرة جدا واحنا مش واخدين بالنا. يا ريت نصيحة مني لأي ولي أمر، ما تخليش ابنك في السن اللي يقدر يفهم فيه الأفكار إنه يتابع أي كرتون، والسلام إنه قاعد قدام أي قناة بتاعت كرتون ويتابع فيها مسلسلاتها وأفلامها. لأن اللي لاحظناه في الفترة الأخيرة أو آخر 15 سنة بالظبط إن الماسونية بدأت تضخ أفكارها داخل أفلام الكرتون بطريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة. والنقطة اللي عايزة تقضي فيها الماسونية على النشء بتاعنا وعلى تعليمنا، سواء إذا كانت العادات والتقاليد العربية أو تعليم الدين الإسلامي أو أي تعاليم خاصة بالشعائر وبالشرائع السماوية، إنها تدخل عنصر الشذوذ الجنسي، وهو أمر غير مستحب في جميع الديانات السماوية، وتخليه شيء سهل وبسيط ومباح لدى الأجيال القادمة من أول ما بدأت الحرب. في كتير جدا من أنواع الكرتون اللي احنا بنتابعها احنا الشباب، ولقيت فيها بعض الألفاظ الخارجة وبعض المشاهد اللي ما ينفعش تتعمل في بعض برامج الأطفال، زي بنت بتقبل بنت من بقها، شاب بيقبل شاب من بقه، شاب بينظر لشاب بطريقة شهوانية. الكلام ده كله ظاهر في الكرتون، ده غير تأثيرهم في الملابس اللي كانت موجودة في الكرتون وأعلام المثلية اللي كانت ظاهرة في الخلفيات، وده في بعض القنوات وكتير غير يتكلم عنها، لكن مش هسرد القنوات ده بالاسم عشان بس الشبهة. يعني يا ريت تتابع طفلك هو بيتفرج على ايه، لأن الحرب باردة مش باستخدام سلاح. بيحاولوا يقضوا على المعنى المعنوي والفعلي للذكر والمعنى المعنوي والفعلي للأنثى. بيحاولوا يلخبطوا الدنيا، بيحاولوا يسيطروا على عقولنا وفكرنا، بيحاولوا ياخدوا أبنائنا من علاقاتنا وتقاليدنا وعاداتنا اللي احنا مربيين عليها أولادنا، واللي احنا تربينا عليها وديننا اللي تربينا عليه، يخلقوا جيل جديد باتجاههم هم. ده مش لازم يكون ابنك مثل جنسي 100%، ولكن إن ابنك يكون في فترة متابع بعض الأفكار بتاعتهم وممكن يتبنى أفكارهم وإنه ينشرها، لأن الطفل بيقلد والمراهق بيقلد، والفراغ والضغط النفسي اللي احنا عايشين فيه حاليا بيجعل الشخص يقلد ما هو أسهل. الماسونية أسهل حاجة عندها إنها تضخ الفكرة وتضخ الفلوس. عندها حاجتين: تضخ الفكر الشاذ، مش معنى الفكر الشاذ اللي هو الشذوذ الجنسي اللي بتكلم عليه، ولكن الفكر الشاذ هو الفكر الذي يتنافى مع كل الشرائع السماوية وكل العادات والتقاليد. الماسونية في بعض المعتقدات بتاعت زمان انه كان لازم يكون شخص متدين، لكن حاليا اصبح ان الشخص لازم يكون بلا ملة، انه يكون كافر بكل الملل السماوية. يعني اكيد الافكار هتكون برضو خارج الملل السماوية. لما يسمم النشء بتاعنا واحنا قاعدين ساكتين، ده ما ينفعش. وان احنا نكون عارفين الطرق اللي بتاخدها
الماسونية وأعضاء الماسونية منهم العرب ومنهم الأجانب هو اتجاه واحد، وهو القضاء على العادات والتقاليد الصحيحة في كل المجتمعات الشرقية والغربية، دي الحقيقة اللي هم عايزين يعملوها وهم اللي عايزين يوصلوا لها. طيب احنا نعمل ايه في نقطة القضاء على محاولتهم لميل او جذب ميول الطفل للمشاهد دي او للميول ده؟ يا ريت نقاطع كل برامج الاطفال اللي احنا مش فاهمينها او احنا مش متابعينها. لو برامج الاطفال اللي بيتفرج عليها ابنك فيها شيء مخل، فيها لبس مخل بالنسبه للولد او البنت، يا ريت تمنع ابنك عنه. ابنك لو في سن الخمس سنين او الست سنين بدأ يسأل اسئله غريبه تخص الجنس او تخص حاجه فوق سنه، يا ريت تتابع القنوات اللي هو بيتفرج عليها. يا ريت تخلي محدودية استخدام الانترنت او الفيسبوك او اليوتيوب انت متابع ليها. يا ريت تكون القرآن اللي شغال في البيت مستمر، ما تخليش الشاشة مطفية. يا ريت تخلي عينك على ابنك في مستوى الدراسي، لان الحاجات دي بتخلي ابنك في مستوى دراسي متدني، لانه بيخش في دماغه فكر ضد سنه او فكر اعلى من سنه، فما بيعرفش يفكر، فكره بيكون مشتت وبيكون ضعيف لدرجة ان هو ممكن يتنازل عن بعض القيم ويمشي في الطريق اللي هم واصلين له، لان الطريق ده طريق فيه فلوس وطريق سهل. الماسونية اسهل حاجة عندها انها تضخ فلوس في اي سن، لكن اهم حاجة اللي يروج فكرهم واللي يروج طريقتهم في الكلام وفي الفعل وفي كل شيء، حتى في اللبس. بص على اللبس ابنك عليه ايه، بص التيكت نفسه عليه ايه، بص الالوان اللي موجودة في اللبس، بص على الشباشب او اللكاليك اللي بيجيبها لابنك. لان انا كنت في شغل النهارده، لقيت مجموعة من زمايلي اللي شغالين في الشغل لابسين شوزات ولابسين شباشب عليها الوان المثلية. هم مش فاهمين ان دي الوان المثلية، ولكن لما نتكلم معاهم لازم نوعيهم بحاجة زي كده، كبير او صغير. فاتمنى نسيطر على القنوات ونسيطر على فكر ابنائنا، ان احنا نتابع اولادنا باللي هم بيتابعوه واللي بيشوفوه، لان المثلية دخلت والماسونية داخلة بموضوع المثلية اللي هتقضي على الشرائع السماوية كلها عن بكرة أبيها في الشرق أو الغرب، ده أولا، وتقضي على الطفل من سن الحبو. فياريت نتابع الموضوع ده ونهاجم الماسونية، إن احنا نقضي على مشاهدة البرامج والقنوات دي. وإن شاء الله في فيديو جديد هجيب القنوات بالاسم ونجيب لكم مشاهد اللي حصلت في القنوات، لكن ما يتابعش الحلقة الجاية إن شاء الله فيما أقل من 18 سنة، لأن الأقل من 18 سنة لن يستوعب ما سيقال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.